مرحبا بكم. يعني كان هذا آخر خطاب للرئيس الأسبق المجاهد البطل أسد الأوراس، يعني اليمين زروال، يعني قبل أن يسلم زمام الأمور للراحل أيضا المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رحمهما الله ورحم جميع الشهداء. خليكم مع الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. فإني فكري يتجه بصفة خاصة إلى شهداء الواجب الوطني، كل أولئك الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن تظل الجزائر واقفة شامخة ومن أجل تمكينها من النهوض ومواصلة مسيرتها الرصينة نحو التنمية والتقدم. فأمام أرواحهم جميعا أنحني بكل خشوع وإكبار، أدعو الله أن يمدكم بعونه وأن يسدد خطاكم إلى ما فيه خير الجزائر العزيزة وازدهار شعبنا الأبي، الذي لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أتوجه إليه من جديد ومرة أخرى بكل التقدير والعرفان لما أحاطني به من مساندة وتشجيع خلال هذه السنوات الأخيرة التي توليت فيها مقاليد السلطة كرئيسا للدولة ثم كرئيس للجمهورية، وهي مرحلة كانت من أصعب المراحل التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.